شعب الانمي العظيم، برحب بكم طبعا في القناه بتاعتنا. ان شاء الله يا ابطال هنقدم في القناه دي اقوى ملخصات الانمي. بس قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو ده وانزل تحت واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الملخصات الاسطوريه اللي جايه باذن الله. يلا نبدا الملخص بتاعنا. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that. بيبدا الانمي بتاعنا بطالب اسمه موفان، طالب مدرسه كان بيمتحن امتحان. الامتحان ده هو امتحان قبول لمدرسه السحر اللي كان نفسه يدخلها من زمان، لكن الامتحان ده بيكون صعب جدا وما بيعرفش يحل فيه اي حاجه ولا حتى يهبد. بيطلع من المدرسه وبيلاقي ابوه مستنيه بره. ابوه بيساله بيقول له انت عملت ايه في الامتحان؟ موفان بيبص على الارض وكان زعلان جدا انه ما حلش اي حاجه في الامتحان. ابوه بيقول له ولا تزعل نفسك يا عم، انا جايب لك شغل حلو وهتشتغل سواق عند راجل غني جدا. الشغل في الاول هيبقى على قدك كده لكن في الاخر هتاخد فلوس حلوه. موفان بيتضايق جدا وبيقول لابوه انا نفسي اخش مدرسه السحر وحلمي ان اكون ساحر. ابوه بيبص لابنه موفان وبيتاثر جدا بكلامه وبيقول له مالكش دعوه، انا هدخلك المدرسه اللي نفسك فيها. بيفرح موفان جدا من ابوه وبيمشوا سوا مع بعض. تاني يوم كان موفان ماشي مع صاحبه شو بيقول له ما تروق كده يا عم، البت بتاعتك هترجع تاني للمدرسه وهترجع تشوفها تاني. موفان ما كانش مديله اي اهميه خالص وكان بيفكر في كلام ابوه اللي هو ازاي هيدخله المدرسه. فجاه وهم ماشيين بيشوف ابوه وهو واقف مع واحد وبيتكلم معاه وبيقنعه اللي هو يدخل ابنه المدرسه، لكن الراجل ده ما بيكونش موافق. بيقول له انت عبيط يا ابني، هتدخله ازاي اصلا مدرسه مش هتقدر تدفع ثمنها؟ بيقول له انزل من على وداني يا عم انا مش فاضيلك. لكن ابوه فضل مصمم وبيتحايل عليه جدا اللي هو يدخله المدرسه وقال له انا هعمل لك اي حاجه تطلبها مني. الراجل بيقول له انا موافق بس بشرط واحد، اني هاخد البيت بتاعكم وهدخل ابنك مقابل ده المدرسه. ابو موفان قال له خلاص انا موافق. موفان كان بيتفرج على ابوه وكان متاثر جدا بكلام الراجل اللي قاله لابوه وصعب على ابوه جدا. وبيرجعوا البيت وبيقعدوا مع بعض على العشاء. ابوه بيقول له ابسط يا عم انا خلاص شفت لك صرفه ان ادخلك المدرسه بتاعت السحر اللي انت بتحبها. موفان فرح لكن في نفس الوقت كان زعلان ان ابوه هيدي البيت للراجل. موفان بيقول بكل حماس لابوه ما تقلقش يا بابا انا هدخل مدرسه السحر وهجيب لك فلوس كتير جدا. ابوه فرح جدا وحس ان ممكن ابنه يعمل حاجه في المدرسه. بالليل بيقعد موفان مع نفسه ومعاه كتاب وبيكتب اسم حبيبته على الكتاب ده اللي بتكون اسمها ميو، وبيفتكر اخر مره كان قابلها وكانت بتقول له ميو يلا نهرب من المكان ده. لكن حراس المكان بيمسكوا موفان وبيفضلوا يعذبوا فيه. وبيكون في الوقت ده ابو موفان كان شغال سواق عند الناس دول. ابو موفان فضل يترجاهم ان هم يسيبوا ابنه وبيفضلوا يضربوا في ابوه قدام عينيه. موفان دايما بيتاثر باللي حصل ده ودايما بيفتكره. وتاني يوم بيروح موفان على المدرسه، بيعرفهم مدرس الفصل على شويه عناصر سحريه وانهم هيكتشفوا عنصر جديد النهارده. بيديلهم شعار عليه 7 نجوم. الشعار ده هيتلون على حسب العنصر بتاعك، يعني لو عنصرك نار هيتلون باللون الاحمر ولو ميه هيتلون باللون الازرق. وبيروح اول طالب اللي بيكون اسمه موبايا على البلوره علشان يشوف نوع العنصر بتاعه ايه. بيركز جدا موباي وبيدخل كل قوته في البلوره وبيطلع له عنصر على شكل جليد. لا وكمان بيكون الشعار بتاعه فيه نجمه نورت وده نادر جدا انه يحصل. والطلاب كلهم بيقولوا عليه ده الواد ده جامد، ده الواد ده فشيخ مفيش منه اتنين. وموباي بيشوف نفسه عليهم وبيتغر وبيروح يقعد على الكرسي اللي جنب موفان. انا اللي خلاني اجي مع الفاشل ده تاني، يلا هنعمل ايه؟ في طلاب كتير جدا بيكملوا اكتشاف عناصرهم ومفيش حد بيطلع له نجمه خالص. وبيجي دور موفان ولكن العيال كلها بيفضلوا يستهزئوا بيه وبيفضلوا يضحكوا عليه، ولكن موفان مش مديلهم اي اهميه خالص وبيركز على اللي هو بيعمله. وبعد كده موفان بيقدر يركز عشان يكتشف الطاقه بتاعته. موفان بينتقل لمكان غريب جدا وبتظهر القوه بتاعته قدامه. وقبل ما عنصر موفان يظهر بيلاحظ الطلاب كلهم ان في عنصر البرق ظهر في الفصل تاني وبيروحوا كلهم يشوفوا مين الطالب الجامد ده. وعنصر البرق ده بيظهر كل مره لكل 1000 واحد، يعني عنصر نادر جدا. وفي نفس الوقت موفان بيكون هو فعل كمان عنصر البرق، بس في الوقت اللي بيكون موفان فعل فيه عنصر البرق مفيش حد للاسف شافه ولون البلوره بيتغير تاني وبيكون بيظهر عنصر تاني لموفان اللي هو النار. يا ابن اللعيبه الواد موفان ده طلع مجرم يا جدعان. موفان بينصدم اللي هو كده معاه عنصرين والاتنين اجمد من بعض. الطلاب بيرجعوا تاني الفصل وبيكون طالب عاوز يستهزأ بموفان لكن كلهم بينصدموا. موفان فعل سحر النار، سحر مميز جدا. في واحد بيقول لموفان مفيش الاتنين بس هم اللي قدروا يظهروا السحر ده عليهم، ده انت فشيخ يا ابني. موفان بيضحك وبيقول امال بقى لو عرفوا ان انا معايا عنصر البرق هيعملوا ايه؟ انا هخبي عليهم ان انا معايا عنصر البرق ومش هعرف حد دلوقتي وهبقى فاجئهم بيه. وبعدين الايام بتعدي وبيعلموا المدرس اكتر عن القدرات بتاعتهم وبيقول لهم كل واحد فيكم ممكن يقدر يفعل ال7 نجوم. وبيطلع موباي للمدرس عشان يقدر يوريه عدد النجوم اللي قدر يتحكم فيها. بيوصل موباي لحد النجمه ال5 وده لحد دلوقتي الطالب السريع الفشيخ اللي مفيش منه اتنين اللي قدر يوصل للنجمه ال5. المدرس بيقول له جدع يلا انت سريع فشخ انك قدرت توصل للنجمه ال5. شويه من الطلاب اللي قاعدين بيقولوا الواد ده عامل كده ليه؟ هو مهكر السحر ولا ايه؟ عشان هم لسه في النجمه الثانيه او الثالثه حاجه زي كده. لحد ما بيجي موفان وبيشوفوا موفان وبيلاقوه لسه في النجمه الاولى ويفضلوا كلهم يضحكوا عليه. موفان في سحر النار هو وصل للنجمه الاولى لكن في سحر البرق هو وصل للنجمه السادسه ولسه له نجمه واحده بس وهو يقدر يفعل العنصر البرق بتاعه. جامد يا ابني والله، ربنا يحميك ويخليك لابوك. بيروح موفان لاخته شياو بيلاقيها قاعده على المرجيحه بسبب ان في شويه عيال كده خنازير
اخدوا الكرسي بتاعها المتحرك وبيتنمروا عليها عشان هي ما بتقدرش تمشي على رجليها. لكن موفان بيتضايق جامد وبيروح للعيال دول، بيروح ليهم وبيقول لهم رجعوا الكرسي بتاعها احسن ما كسر عظم وشكوا وانتوا الاربعه. واحد اقرع كده زربطه بيقول له امشي يلا من هنا، تعبيط يلا ولا ايه؟ احنا اربعه وانت لوحدك، تعبيط مش تقدر تعمل معانا اي حاجه. وبيشتموا فيه وبيشتموا في اخته كمان. بيتعصب جدا موفان وبيفعر عنصر البرق بتاعه والسبع نجوم عنده بتكتمل. موفان بيطلع سحره وبيكسر العيال دي، فشخ العيال وكسر عظم وشهم من الاربعه. يا ابن اللعيبه موفان ده انت جامد يا ابني. الاربعه قلبوا فران وبيقولوا له احنا اسفين وربنا ما هنعمل كده تاني. الرجاله الحلوين دول بياخدوا بعضهم وبيتكلوا على الله. موفان بيرجع الكرسي المتحرك تاني لاخته. اخته كانت مبهوره جدا بقوه موفان. ونروح للمعلم التاني موبي. موبي ساعتها كان قاعد مع عمه، وهنا نعرف ان موبي عمه بيزوده بمعدات سحريه علشان يخليه اسرع في التدريب عن زمايله. عمه بيسال موبي عن موفان وبيقول له هو الواد ده يستحق الطرد ولا لا. الواد بيقول لعمه لا يا عمي ما تشغلش بالك بيه، واد ملوش اي 30 لازمه، ده عنده نجمه واحده بس يا عمي فما تشغلش بالك بيه. نروح للمعلم موفان. موفان ساعتها كان بيتدرب عنصر النار بتاعه علشان يقدر يكون زي زمايله يعني في الفصل. وبيروح يقول لاخته ما تعرفيش حد ان انا عنده عنصر البرق. جدع على موفان دري على شمعتك تقيد يلا. اخته بتقول له تمام ما تقلقش. وبعدها موفان بيروح للمدرسه وبتكون في مدرسه جديده جت المدرسه، وبتكون المدرسه دي عندها سحر ناري قوي جدا وبتسال على الطلاب اللي بيقدروا يستخدموا سحر النار. وبيقوم موفان واتنين زمايله، وبيكون برضه الواد العيان ده بيتريق على موفان عشان لسه في النجمه الاولى، ده انت رخم قوي يلا. بعدها المدرسه دي بتستخدم قوه السحر النار بتاعها وبتوريهم مهاراتها يعني في الاطلاق. بتدي فشخه جدا والمدرسه دي زي القمر على فكره. وبعد فتره المدرس بتاعهم بيعرفهم اللي في اختبار هيتم بعد شهرين. الاختبار ده بيكون عباره عن هيقيس طاقتك السحريه وبرضه هيشوف مدى تطورك في الدراسه. لو حصلت على درجه دي هتطرد من الاختبار يا معلم. ومعلمنا موباي بيقول للمدرس طب واطلاق السحر؟ المدرس بيقول له ده يا ابني اختبار اختياري عشان بيكون نادر ان في طلاب بيوصلوا لمرحله الاطلاق في الوقت ده. موباي بيقول له تمام يا استاذ. موباي بيروح لعمه عشان يتفقوا مع بعض ازاي يطردوا موفان من المدرسه. عمه بيدي موباي حجر سحر اسود عشان يحطه لموفان علشان يمتص قوه السحر بتاعته اثناء الاختبار علشان نتيجته تبقى ضعيفه وينطرد من المدرسه. في الوقت ده موفان كان بيتدرب على سحر النار علشان يستعد للاختبار بشكل كويس. وبتعدي الايام وبيتدرب موفان باقصى جهد عنده. وبيجي يوم المنتظر يوم الاختبار. الطلاب كلهم بيكونوا واقفين على هيئه الصفوف. المدير بتاع المدرسه بيطلع بيقول لهم الاختبار ده هو اللي هيحدد اذا انتوا فعلا تقدروا تلوكوا بالمدرسه دي ولا لا. وهيكون معانا هنا مشرف عشان يقدر يراقبكم اثناء الاختبار، واللي هو بيكون كبير عائله يانج. وبيكون طبعا معاه البنت الجميله جدا ميو. والطلاب كلهم بيكونوا مبهورين بجمالها، لكن البنت دي عينيها بس على موفان. يا بختك يا عم موفان. موباي طبعا بيكون عارف العلاقه اللي ما بينهم وعاوز يخسر موفان. ميو بتروح للبلوره وبتكون بتعرفهم ازاي يستخدموا البلوره دي، وبتحط ميو كل قوتها في البلوره ومش بتستحمل البلوره القوه بتاعتها فبتنكسر. البنت دي غشيمه جدا وقوتها فشيخه. الطلاب كلهم هنا بيكونوا متوترين وخايفين من الاختبار، بس المدرس عارف يشجعهم وبيقول لهم ما تقلقوش ان شاء الله تعدوا الاختبار ده. بتطلع بنت من الفصل وبتعمل الاختبار وبتنجح في الاختبار وبتحصل على الدرجه ايه. وبيروح شو صاحب موفان وبيحصل برضه على الدرجه ايه. وفي شويه طلاب كده طلعوا يعملوا الاختبار لكن بيفشلوا فيه. وبيجي هنا دور موباي. الواد ابن الجامده مسك البلوره بايد واحده وطلع كل قوته فيها، واد طاقته غبيه جدا وحصل على الدرجه اس اللي هي بتكون اعلى درجه في الاختبار. عمو بيروح يقول لكبير عائله يانج هو ده الطالب اللي انا بقول لك عليه، ده الواد الفشيخ اللي مفيش منه اتنين. موباي بعدها بيطلب اختبار الاطلاق. موباي ابن الفشيخه بيعمل اختبار الاطلاق بكل قوه وبيحصل على اختبار الاطلاق درجه بي. الكل هنا بيكون مبهور منه. وها اذا جاء دور موفان. ولما بيجي دور موفان هنا عم موبي بيأمر الراجل ان يحط له الحجر الاسود تحت البلوره يا ابن الخنزيره. وبعدها بيطلع موفان عشان يقدم الاختبار. وفعلا موفان اول ما حط ايده على البلوره امتصت كل طاقته، والكل فضل يضحك على ردة فعل موفان تجاه البلوره. ولكن موفان بيركز جدا وبيطلع كل قوته في البلوره دي. ومن قوه موفان الحجر الاسود اللي اتحط تحت البلوره اتدغدغ ما عادش ليه اي اثر، اتكسر ما عادش موجود. موفان هنا بياخد درجه بي. والطلاب كلهم بيقولوا ان موفان جايب الدرجه دي بالحظ. المدرسه بتاعته بتيجي وبتقول انا عارفه قوه موفان كويس، البلوره دي فيها حاجه مش مظبوطه، وبتطلب من موفان ان هو يعيد الاختبار تاني قدامهم كلهم. والمدير بيقول لها مفيش اي مشكله وبيوافق المدير على طلبها. بيجيبوا بلوره جديده وهنا بيبتدي موفان يعمل الاختبار تاني. المره دي بقى بتكون طاقه موفان غشيمه جدا وبتظهر كل قوه موفان على البلوره دي. وهنا موفان بيحصل على درجه اس والكل بيبقى مصدوم، ولكن صاحبه شو بيبقى مبسوط له جدا وبيشجعه. فشيخ انا موفان عليه النعمه فشيخ. موباي ما كانش مصدق اللي بيحصل وكان عاوز يولع في نفسه ويولع في المدرسه كلها. وهنا موفان مش بيسكت بس، لا ده بيقول لهم انا هجرب كمان سحر الاطلاق. وهنا المدير بتاع المدرسه بيوافق وبيقول له اتفضل يا معلم اعمل اللي انت عايزه. وهنا موفان بيستعد عشان يجرب سحر الاطلاق بتاعه. موفان بيستجمع كل قوته عشان يعمل سحر الاطلاق. وهنا موفان بيضرب قوه الاطلاق بتاعته بقوه جباره جدا عالميه يا موفان، عالميه والله يا ابني. موباي ما كانش مصدق نفسه على اللي بيحصل ده والكل بيبقى مستغرب من قوه موفان الجباره. وبعدها هنا موفان بيحصل على درجه ايه يعني اعلى من موباي كمان. يا نهار اسود انت عمك هيولع فيك يا موباي، ده اللي ملوش لازمه
اهبل يا ابن الهبله. وبكده موفان بيكون اقوى طالب في المدرسه. لعيب يلا موفان جامد. كبير عائله يانج بيقول له الواد ده فشيخ، تعالى يلا موفان هنا. بيقول له انت اتطورت جدا عن المره اللي شفتك قبل كده فيها، عشان كده انا هديك الاذن انك تتدرب عندي. لا مش كده وبس، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده وهتاخد كل الادوات بتاعه السحر اللي هتقدر تساعدك في التدريب كمان. موفان بيقول له انت عبيط يلا، انا هنسى اللي انت عملته في ابويا وفيا. وموفان بيفضل يشتم فيه ويهزق فيه. مدير المدرسه بيقول له اعتذر يا ابن الهبله بسرعه، ده هيقفل لنا المدرسه. موفان بيقول له على جثتي لو اعتذرت. ما تعرفش الراجل ده عمل ايه في ابويا من 3 سنين، انا ما بكرهش قد الراجل ده. ميو كانت بتراقب موفان وكانت معجبه جدا بكلامه. يانج بيتعصب عليه وبيقول له ولا انت وابوك سواقين عندي، يعني مالكوش اي 30 لازمه في الحياه. موفان بيقول له لولا انت راجل كبير كنت هكسر عظم وشك. يانج قال له موفان تمام يا معلم، انا ابني في سنك. فقابلوا بعض، واللي هيكسب فيكم هيبقى الواد الجامد اللي مفيش منه 2 وهيسمع كلام التاني. موفان بيقول له ما عنديش اي مشكله، انا موافق، ولو انا خسرت كمان هسمع كلامك في اي حاجه تقولها وهتعلم الادب، بس لو ابنك خسر هتعتذر لابويا وقدام الناس كلها. يانج قال له تمام انا موافق. المدرسه هنا بتتكلم وبتقول ما ينفعش انهم يتقاتلوا مع بعض قبل ما يتموا 18 سنه، واتفقوا كلهم ان هم مش هيعملوا الاختبار ده الا لما يكون عندهم 18 سنه، يعني الاختبار ده هيتم بعد 2 من دلوقتي. البت ميو وهي ماشيه بتبص لموفان كده بنظره اعجاب، تحس انها عايزه تقول له جدع يلا. هنا الواد شو صاحب موفان بيقول له هتعمل ايه مع ابن يانج؟ الواد شكله عنده جناحات وبيطير. موفان بيقول له شو رايح انت بس مالكش دعوه. موفان كل اللي بيفكر فيه ان هو ازاي يرد كرامه ابوه ويرجعها له تاني. المهم بعد اختبار بيترقى الطلاب اصحاب القدرات العاليه. هنا المدرس بيقول لهم عن الادوات السحريه اللي هياخدوها نتيجه الترقيه بتاعتهم، واللي هي بتكون عباره عن اساور بتتحط في الايد بتساعدهم على التدريب بسرعه كبيره جدا، وبرضه الاساور دي فيها ميزه انها تزود الطاقه بتاعتهم عن اي حد. وطبعا هنا موفان هياخد الاساور دي فترات قصيره غير الكل لانه هو معاقب بسبب انه شتم ضيف المدرسه. بعد كده موفان بيتدرب على قوه الاطلاق علشان طبعا يزود الطاقه بتاعته، بس موفان الظاهر عليه كان بيتضايق جدا في التدريب عشان طبعا عارف ان يانج متوفر له ادوات للتدريب تدي له افضليه عن موفان. بيروح موفان لموباي بيساله بيقول له ازاي المعلم يانج بيتدرب. موباي بيقول له يانج معاه ادوات سحريه كتيره جدا عشان يقدر يتدرب بيها، ودي طبعا بتدي له افضليه كبيره جدا في التدريب وبتسهل له الدنيا، وادواته السحريه عظيمه جدا اقوى من ادوات المدرسه بتاعتنا بسنين ضوئيه، والادوات دي طول الوقت بتكون معاه. موفان بيتضايق وبيطلع يكمل تدريب. موفان بيطلع على السطح وبيقعد كده مع نفسه ويستخدم الادوات المسموحه ليه. بيركب موفان الصوار في ايده وبيبدا يتامل. فجاه السلسله اللي موفان كان لابسها بتتحول لوحش صغير وبتاكل الاسوره اللي كان لابسها. موفان بيقول لها رجعي لي الصوار بتاعي اروح في ده الله يخرب بيتك، لكن السلسله بترجع لطبيعتها تاني. بتيجي المدرسه على السطح وبتسال موفان انت بتعمل ايه هنا؟ موفان بيقول لها لا والله مش بعمل حاجه، انا كنت قاعد بشم شويه هوا وببص على النجوم. المدرسه بتقول لموفان في الاختبار الاخير كان في ناس كتير جدا عاوزاك تتطرد، قول لي ايه اللي حصل؟ موفان بيقول لها لا مفيش والله، السلسله اللي انا لابسها دي اكلت الصور بتاع التدريب. المدرسه بتاخد منه السلسله وبتشوفها. المدرسه هنا بتقول لموفان السلسله دي مش سلسله عاديه، السلسله دي هتديك افضليه في التدريب عن بقيه زمايلك. وهنا موفان عرف ازاي ان هو كان بيتدرب بسرعه عن بقيه زمايله. هنا المدرسه بتقول له انت جايب السلسله دي منين؟ موفان بيقول لها ده تذكار عائلي كان معايا مش اكتر. هنا المدرسه بتقول له السلسله دي محتاجه شويه ادوات واداه سحريه عشان تتطور، وبتقول له كمان كل ما السلسله دي تتطور سرعه تدريبك هتزيد اكتر واكتر. المدرسه بتقول لموفان ما تعرفش حد باللي حصل وانا اتصرف في الاسوره اللي ضاعت منك ما تقلقش. موفان بيقول لها تمام قشطه. بعد كده بتعمل معسكر تدريب لطلاب النخبه في منطقه كده فيها جبال، وهنا قائد الوحده بتاعتهم اللي اسمه زان بيعرفهم على المهمه اللي هيقوموا بيها، والمهمه دي هتكون استكشاف احد الكهوف الخطيره اللي بتكون تحت الارض. بيقول لهم زان المنطقه هناك بتكون خطيره جدا وبيكون فيها وحوش. في شويه طلاب كده بتجيب ورا وبتخاف، لكن زان بيقول لهم انتوا اقوى فصل في المدرسه وبيشجعهم، وبيقول لهم انتوا لو ما قدرتوش تستكشفوا كهف زي ده هتكونوا عار على الصحراء. زان بيقول لهم انتوا 100 واحد، يعني لو واحد فيكم بس خلص المهمه انتوا كلكم نجحتوا. هنا موفان بيفرح جدا وبيساله طب ايه المقابل لو استكشفنا الكهف ده وعدينا في الاختبار؟ زان بيقول لهم الطالب اللي يقدر يخلص المهمه دي بنجاح هديله الدرع السحري بتاعي. هنا صاحبنا موفان بيتحمس جدا انه ياخد الدرع ده علشان الدرع ده لو اخده هينفعه في القطارات اللي بعد كده. وهنا المهمه بتبتدي. الطلاب هنا بيتقسموا لفرقتين، فرقه مكونه من مومباي واصحابه وفرقه تانية من موفان واصحابه. الفريقين هنا بيوصلوا على قمه الكهف اللي هم يستكشفوه. في شويه طلاب كده بيكونوا خايفين لكن بيشجعوا بعض ان هم ينزلوا، وبيقولوا لبعض انهم عددهم كبير عشان لو قابلوا وحوش. وفي الوقت ده بتكون في قوه استخباراتيه بتعرف زان على كل اللي بيحصل مع الفريق. بعد كده الطلاب بيعملوا حبل وبيبداوا ينزلوا مع بعض. موفان كان واقف على قمه الكهف وبيبص للنهر اللي جنبه. شو بيلاحظ ان موفان واقف بره لسه ما دخلش الكهف. شو بيروح لموفان وبيقول له مالك انت في ايه يا عم ما جيتش معانا ليه؟ موفان بيقول له شو انا ملاحظ حاجه غريبه جدا في الميه. شايف الميه العاليه عن الصخره دي؟ شو بيقول له اه شايفها. بيقول له موفان ده معناه ان كان في وحش خطير جدا هنا لازم نحذرهم قبل ما ينزلوا. وهنا شو بيجري بسرعه كبيره جدا عشان ينبه الفريق بتاعه. بيروح شو للفريق وبيقول لهم على اللي حصل. الفريق كله بيقول له انت جبان يلا انت وموفان ما تجوش معانا، وبيسيبوه وبيمشوا. وفجاه هم ماشيين بيقابلوا وحش كبير جدا على هيئه
هيئة ذئب. كل الفريق بيخاف وبيحاولوا يطلعوا من المكان ما عدا موباي، هو اللي عامل فيها ذكر وبيحاول يفعل طاقته عشان يقابل الوحش ده، لكن طاقته من كتر الخوف ما بتتفعلش وبيطلع يجري. لا جامد يلا. في واحدة كمان بتتفزلك وبتحاول تقابل الوحش ده، لكن موفان بيشيلها وبيطلع يجري. طبعا الاساتذة بره متوقعين كل حاجة ومراقبينهم كمان. طلع ان الذئب ده مستدعي واحد من معاهم عشان يدرب الطلاب مش اكتر، ومرضوش يقولوا لهم حاجة عشان يحاولوا يقابلوا الوحش ده بكل جراءة. هنا صاحبنا موباي لما بعد عن الوحش شوية فعل الطاقة بتاعته وجهز نفسه عشان يحارب الوحش ده. موباي بيستخدم القوة بتاعته عشان يقدر يثبت الوحش ده، وفعلا بيثبته. وفي نفس الوقت ده الطلاب كلهم طلعوا بره، بس البنت اللي موفان كان شايلها بتقرر برضه سوق الفزلكة وبترجع للوحش تاني، وبترجع تقاتل مع موباي ضد الذئب. بتهجم على الوحش بقوتها، لكن الذئب بيكسر الجليد اللي كان مثبت بيه، والوحش بيهجم عليهم. بيكون في واحد من الفصل التاني بيقدر يحميها. الواد ده بيستخدم قوة البرق، لكن الذئب مش بيحصل له اي حاجة. الوحش بينفخ فيهم وبيطيرهم هما الاتنين. موباي كان في الوقت ده بيستجمع قوته وبيحاول يضرب الوحش لكن كالعادة بيفشل وبيقع على الارض. هنا الفريق كله بيحس انه فقد الامل وحس انهم هيودعوا الحياة، لكن في الوقت المناسب بيظهر موفان. هنا موفان بيفعل القوة بتاعته وبيستخدم قوة النار. في الوقت ده قوة النار عنده بتوصل لليفل 2. موفان بيضرب الذئب بقوة النار بتاعته. الذئب في الوقت ده بيولع وبيروح على النار عشان يقدر يطفي النار اللي في جسمه. هنا المدرسين كانوا شايفين كل حاجة ومنبهرين من قدرة موفان، وبيقرروا كلهم انهم ينهوا الامتحان على كده. لكن عندنا صاحبنا هنا اللي استدعى الذئب مش عارف يسيطر على الذئب، وبيقول لهم الذئب خرج عن السيطرة، لو ما عرفناش نلحق الفريق العيال اللي تحت دي كلها هتموت. زان بيقول له انت بتقول ايه يا عم انت؟ فجأة بيقرر زان انه يروح للعيال. زان بيستجمع قوته وبيطلع الجناحات بتاعته وبيكون خلاص رايح للفريق. الذئب كان طالع من النهر ولقى بنته قدامه وكان خلاص هيقتلها، لكن شو بيلحقها في اخر لحظة. جامد يلا شو بيقول لها استخبي في اي مكان وانا هحاول اشتت انتباهه. فجأة الذئب بيشوف موفان وبيطلع يجري عليه. موفان بيحاول يستخبى منه، لكن الذئب بيعرف مكانه. الذئب خلاص كان هيضرب موفان، لكن شو بسرعة الرياح بتاعته بينقذ موفان وبيخشوا هما الاتنين جوه الكهف عشان الذئب بيجري وراهم. هنا القائد زان بيظهر بجناحاته العظيمة. زان بيسأل الطلاب عن مكان الوحش. الطلاب بيقولوا له على المكان وبيروح زان على المكان ده. المدرسة بتقول له زان احنا لازم نلحقهم بسرعة. وهنا موفان وشو وصلوا لاخر الكهف. الذئب وصل ليهم وبيحاول يضربهم، لكن شو بيبعد موفان وبياخد هو كل الضرب مكانه. رجولة يلا شو. موفان لقى صاحبه مرمي على الارض. هنا موفان بيتعصب وبيتضايق جامد، وهنا موفان بيقرر يستخدم كل قوته الجبارة عشان يحارب الوحش ده. هنا موفان بيفعل عنصر البرق بتاعه وبيضرب الذئب ده ضربات بتخليه عاجز عن الحركة. وبعد كده موفان بيجهز قوة النار وبيضربه بيها، وفي الاخير بيضرب موفان صخرة فوق الذئب وبتقع عليه. الصخرة دي بتكسر الذئب وبتنهي حياته. وبعد ما الوحش ده فارق الحياة قوته كلها بتتجمع وبتروح للسلسلة اللي لابسها موفان. وفي الوقت ده بيكون زان وصل. حرفيا زان كان منبهر من اللي عمل موفان. زان بيقول لنفسه ازاي طالب يتغلب على الوحش ده لوحده، اكيد في حاجة غلط. موفان بيقول له انت عبيط يا عم انت، انا صاحبي بيموت تعال شوفه. وهنا زان بيشيل شو وبيوصلوا للفريق. اول ما بيوصلوا عند الفريق صاحب الذئب بيقول له هو فين الذئب. بيجري صاحب الذئب عليه، بيزعل جدا وبيكون مكسور بسبب موت الوحش بتاعه. صاحب الوحش بيقول لزان انت ليه قتلته؟ انت كنت ممكن تلحق العيال دي من غير ما تقتله. زان بيقول له انا ما قتلتش حد، انا جيت لقيته مقتول. موفان هو اللي قتل الوحش ده. الكل هنا بيكون مش مصدق ان موفان هو اللي قتل الوحش ده، وبيقولوا ازاي مجرد طالب بيتعلم السحر يقتل وحش زي ده. موفان بيقول لهم انا لو ما كنتش استجمعت قوتي وقتلته كان يقتلني انا وصاحبي. هنا الفريق كله بيفرح من موفان وعلى اللي عمله. هنا زان بيقول للفريق كله كلكم ناجحين وهتاخدوا درجة ايه، ما عدا موفان هيحصل على درجة اس وهياخد الدرع بتاعي بسبب قوته وشجاعته. هنا الفريق كله كان فرحان بموفان وعمالين بيحتفلوا بيه وبيطلعوا من الكهف. وهنا زان بيسلم وسام تشريف لموفان عن الشجاعة بتاعته والتضحية اللي قدمها. بس زان هنا كان عمال بيفكر ازاي طالب زي ده قدر يهزم وحش بالقوة دي، وشاكك ان في حاجة غلط في الموضوع ده. وهنا موفان بيكون مبسوط جدا انه اخر الدرع السحري علشان الدرع ده هيساعده في القتال قدام يانج.